السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىو تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وما تمنيتو إن شاء الله. الإخوان والأخوات، ديروا اشتراك، فعلوا الجرس، ديروا اللايك باش نجيبوا الجديد إن شاء الله. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع كيتعلق بكأس العالم. كأس العالم ديال 2030 اللي غادي يكون في المغرب إن شاء الله وإسبانيا والبرتغال. ملي كنهضروا على كأس العالم غادي نجبدوا واحد المشهد ديال اليوم. الرئيس تبون يخرق قانون الدولي لكرة القدم. كيفاش الرئيس كيخرق واحد القانون ديال الفيفا اليوم؟ شنو هو هذا القانون اللي خرق السيد الرئيس عبد المجيد تبون؟ هو سيدي هاد كما علمتو عرفتو بانك مجسم ديال كاس العالم، ماشي كاس العالم، كان هنا في المغرب. المهم الدورات ديال كاس العالم عاد توصل 2000 توصل للشهر 6 اللي غادي يتقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. كان عندنا هنا في المغرب ما الصحفيين نصوروا كل واحد عادي، مجسم كاس العالم عادي، شي حاجه. واليوم السيد الرئيس كيستقبل هاد الوفد هادو اللي جابوا ديال الفيفا، اللي جابوا هاد المجسم هذا استقبال اكثر من ديال انفانتينو براسو. استقبلوا الرئيس وجابوا داك المجسم ديال كاس العالم وحطوه باش يشوفوا الرئيس ويتصور. على الرئيس ديالنا السي عبد المجيد مشى حداه بيدو، شدو هكا بيدو، كانت التصويره ديالو بغيتي تشوفوها. وفي هذا القانون هذا ممنوع منعا كليا ولو تمس هذا الكاس المجسم هذا كاس العالم بيديك، ولو تكون من ذاك البلاد اللي منظمه كاس العالم. مثلا منظمه كاس العالم دوك الناس اللي حاضرين داك الشيء ممنوع، ما عندهمش الحق يحاديو هذا كاس العالم بيدهم. والسيد الرئيس مسو هو بيدو، وكيقول لك عاوتاني واحد القانون، قانون دولي، حتى الفريق اللي لعب الفينال ديال كاس العالم، لعب نهاية مثلا بحال الأرجنتين مع فرنسا في 2022، خسروا فرنسا، ما عندهمش الحق لأي لاعب ولا أي إداري في المنتخب الفرنسي يحادي داك كاس العالم. كاس العالم ممنوع تحادي، فريق خاصم ما عندوش الحق يحادي إلا الفريق اللي رابح اللي عنده الحق يحادي هاد كاس العالم. ولكن هاد الشيء هذا من عند السي مجيد ماشي مشكل، حيت هو ولف على هاد المسائل. العالم الآخر هذاك كيقول لك هو عالم آخر. في هذا الموضوع هذا خرج لينا سيدي واحد السيد، واحد كما كيقول واحد الصحفي كيكون في المعبد من هذوك ديال المعبد، الكهنه كيكونوا في المعبد في ديك القناه ديال الجزائريه اللي سبق لينا هضرنا عليها. خرج لك يا سيدي اليوم قال لك يا سيدي الفيفا تفكر بجديه، ماشي غير تفكر عادي وصافي، بجديه. قال لك يا سيدي باش تسحب كاس العالم، تنظم كاس العالم 2030 من المغرب المشترك مع اسبانيا والبرتغال. يا سلام، هاد الصحفي هذا خرج لنا اليوم قال لك ودي راك الاتحاد الدولي راه معاهم، قال لك القضيه قريبه كاع توصل عند السي مجيد، راه غادي يعطيو اسبانيا لا الجزائر تنظم هذا الكاس هذا. قال لك اسيدي والمغرب، قال لك البرتغال واسبانيا، المغرب غادي يقصيوه وسيتم استبداله بالجزائر. قال لك بعد الفضيحة ديال اللي كان في المغرب وما عجبش كما كيقولوا السيد انفانتينو والاتحاد الدولي لكرة القدم. قال لك الأحداث والمرافق والملاعب وبزاف د الحوايج ما عجبوهمش. ولكن قال لك اسيدي هاد القرار هذا باش غادي يبدلوه
الجزائر بالمغرب، هذا القرار عند السي مجيد تبون واش يقبل ينظم هذا الكاس العالم يعوض المغرب، ولا الفيفا غادي تكون سميتو يكون عندهم الوقت. ماشي هي هذيك، المهم خص البديل خصو يكون الجزائر، حيت ما كاينش شي واحد في هذه المنطقه اللي ممكن قال لك ينظم كاس العالم. الوحيد هو الجزائر، حيد كل شيء قال لك الجزائر، قال لك ولكن الى غادي يقبل سي عبد المجيد الرئيس الجزائري، وقال لك اسيدي عمر عندهم الامكانيات كاملين باش ينظموا كاس العالم بوحدهم من غير مشترك كاع، ولكن كيبقى القرار سيادي، عندهم السياده هما ماشي السياده سيدي. قال لك الا ما بغاش السي مجيد راه ما كاين والو، خص يكون السيد الرئيس بغا هادشي هذا قرار سيادي. قال لك راه بغاو يعطيو لهم كاس افريقيا 28 ما بغاوش، هما كاع اصلا ما مسوقوش ليهم، ما ردوش عليهم، الملف ديالهم حطوه تمايا ما هزوش كاع قلبوه. وقال لك اسيدي هاد السيد هذا للفريض عطاو الكاس العالم للجزائر، كما قال واحد الصحفي في واحد المره، قال واحد الهضره ما نقدرش نقولها على الجزائر. قال له راه الجزائر غادي تستقبل 10 مليون سائح، ونطق هذاك جاوبو صحفي نيت جزائري قال له وفين غادي يقضيو حوايجهم؟ انتم فهمتوها. الا جات كاس العالم للجزائر شحال غادي يدخلوا ديال الناس ديال الجمهور ديال الدول؟ يدخل 10 المليون، نقولوا 10 هي القليله ولا 6، فين غايديروهم؟ اشنو غايوكلوا ليهم؟ هادو راه ما كياكلوش الكرعين ديال الدجاج، رجلين ديال الدجاج حنا اللي كنرميو، هما اللي كياكلوهم الجزائريين، راه ما يمكنش هما ياكلوا لك هذا. خصهم الحليب، فين غيلقاو لهم الحليب؟ خصهم البنان، فين غيلقاو لهم البنان؟ خصهم لافوكا، فين غيلقاو لهم لافوكا؟ خصهم سانكيطوال، فين غيلقاو لهم سانكيطوال؟ الفنادق ديال 5 نجوم الفوق. وهذا هو المشكل. قال لك هذا السيد هذا بقات غير في الرئيس فقط، غير الرئيس يبغي راه هما صافي القضيه نضات مع الاتحاد الدولي. وكنقول لهذا السيد هذا يا اصحاب المعبد راكم غير كتخرطوا وصف كما كتقولوا انتم، راه نتوما مازال ما يمكنش يعطيوكم حتى قلت لكم كاس افريقيا، ما غاديش تتشدوا، ما غاديش يعطيو لكم نظموا، يعطيو ياك اثيوبيا ما عندها حتى ملعب، اثيوبيا غيعطيو ليها كاس افريقيا، نتوما ما يعطيوش لكم كاس افريقيا. نقول لكم علاش. جا عندكم الرئيس في الشام، الرئيس ديال موتسيبي، هما كيقولوا قال لك اسيدي جا عندنا الرئيس في داك الشام، داروا له العشاء جوج ليلات ما بغاش ياكل لهم الماكله ديالو. قالوا له الليله الاولى داروا له الماكله، جابوا تريتور بحالنا حنا مثلا جبتي التريتور وهذا مصنف. قال لك اسيدي جابوا الماكله وداروا، قال لهم ودي لا هادشي ما كناكلوش. الغد ديالو بدلوا له تريتور اخر، جابوا تريتور اخر، قال لهم ودي لا الماكله هذه ما نقدرش انا ناكل بحال هذه الماكله هذه. وهذا كيقول لك خص غير السي عبد المجيد يهضر وكاس العالم في الجيب. وكنتمناو يعجبكم هذا الفيديو هذا، في غير الضحك فقط. والموضوع الاخر هو ديال جوج فرق المغربيه في الاتحاد الافريقي، هي الوداد والرائع اولمبيك اسفي الذي فاز اليوم بهدفين مع جوليبا المالي مقابل 1، والوداد فازت خارج الديار بهدف 1 مقابل 0. ولكن كما قلنا وسبقنا قلنا الوداد تعاني. هل الوداد سترجع في الدور في ادوار الربع والنصف ولا؟ حيت هذه الطريقه باش كتلعب في افريقيا راهي لعبت مع شي فريق كبير غتخسر نيشان. حتى المدرب كما قلنا مازال ما عندوش حتى نقولوا التوليفه ديال الفريق، فريق يلعب به كامل رسمي، راه
التوفيق يكون عنده واحد 11 لاعب رسميين ما كنشوفهمش، والاحتياطيين مرة كل مرة يجيب واحد التشكيلة، كل مرة قلنا لكم اودي هاد السيد هذا عامين تقريبا هادي مع الوداد ولا أكثر بن هاشم، ولكن مازال ما لقاش الفرقة للوداد. ماشي كنصغروا من الوداد فريق كبير في المغرب، فريق الأمة وعنده الجمهور ديالو. كنقول لك راه ما كيتهضرش حتى ديال اوروبا، راه كان كيدي احسن جمهور في العالم. ولكن هاد الفريق اللي عنده خصو بزاف د الخدمه، والمدرب ما نعرف واش كبيره عليه الوداد ولا هذا هو جد حد الخدمه ديالو، نقولوا حد الخدمه ديالو عفوا. داكشي اللي كيعرف هذا هو الحد ديالو. خص الوداد خصها مدرب يكون مدرب محنك. ما الوداد اللي عرفناها في 2017 فاش دات رابطة الأبطال، و2019 فاش دات رابطة الأبطال، وما أدرك ما دوري رابطة الأبطال وداتو مع الفريق ديال القرن 2 خطرات، 3 الخطرات فينالات داتو 2 وخسرت 1 الفينال في الدار البيضاء كما عرفتو كما شفتو. فريق الوداد كتحترمو إفريقيا كاملة باللاعبين ديالها بالمسيرين ديالها بالجمهور الكبير اللي عندها. راه غير الجمهور ديال الوداد راه ما كاينش كما قلت لك في إفريقيا كاملة ولا حتى شي دوريات ديال أوروبا. وكنتمناو التوفيق ويصحح هاد الأخطاء اللي عنده، حيت من دابا لقدام راه ما بقاتش كتبقى غير مقابلة الذهاب والإياب فقط. درتي شي حاجة في الإياب ورجعتي في الذهاب ورجعتي الإياب عندك مثلا غادي تدوز. خسرتي انت مقابلة ب2 وعلى برا وجيتي للبلاد ديالك راه تكون القضية عليك صعيبة. خص الوداد ما تدخلش الأهداف. واسفي الظاهرة ديال هذا الموسم عندهم فريق زوين بزاف، ولكن عندهم واحد شوية ديال الأخطاء في الدفاع. عندهم فريق فيه الهجوم في الوسط مزيان بزاف، عجبني هذا الفريق هذا، ولكن خصهم يشوفوا شويه في الجهه ديال الدفاع باش ما يتلقاوش الاهداف، حيت الاهداف ديال الافريقيه ماشي هي اهداف في اوروبا. الاهداف في اوروبا كتحسبوا غير الاهداف، ولكن هذا الهدف الا تسجل عليك كيتسمى 2 مثلا 2 مقابلات تسجلوا عليهم 2 الاهداف. وكنا هادو استقبلوا الفريق هما اللي استقبلوا في الذهاب والاياب راه كون بحال الا تعادلوا ب2-2 يمشيو لهيه يعطيوهم هدف راه ما تقصاو. ولكن خص هذه القضيه ينتبه ليها المدرب ديال سميتو ديال اولمبيك اسفي. مدرب صغير في عمريا ولكن عقليا راه دوز الكره عبوب زكريا في الرجاء وما ادراك ما الرجاء. ونتمناو التوفيق حتى للرجاء. اليوم خسرت المقابله ديالها في البطوله، وعندهم لاعبين زوينين ولكن مازال باقي عندهم شي مشاكل في سميتو في الهجوم ديالهم مازال ما كيستافدوش منه مزيان. وهذا ماشي موضوع ديال البطوله، هذا موضوع ديال غير جبنا الجمهور، واحد الجمهور ديال الوداد وديال الرجاء راه هذاك جمهور وهذاك جمهور وهذاك فريق مغربي وهذاك فريق مغربي. حنا كنهضروا على الفروق اللي كتمثلنا في الدوريات الافريقيه سواء دوري ابطال او الاتحاد الافريقي. ونتمنوا التوفيق للجميع في المقابلات الجايين. باقي اليوم مقابله في الاتحاد الافريقي، وباقي مقابله في دوري ابطال، ومقابلات ديال دوري ابطال ديال الجيش الملكي غتكون صعبه جدا بزاف، عاد ماشي تكون صعبه جدا. من دابا حيت سمعت بان السلطات المصريه ما بغاتش تعطي لهم تاشيره للجمهور ديال الجيش الملكي. واش هذا صحيح ولا غير كلام؟ غادي نشوفوا، حيت الجمهور ديال الجيش الملكي غادي يمشي لمصر باش يشجع الفريق ديالو. والجيش الملكي بحال الا غيدي البطوله في هذه المقابله هذه خصو يدير الكل في الكل باش يجيب ولو تعادل، حيت كما قلنا في البارح راه فريق شبيبة القبائل الجزائري
سينتحر أمام الفريق التنزاني، وتسناو المفاجأة ب3-4-5، ماشي مشكل غتخسر به، ولكن غير رياضية. وكنتمناو الفرق ديالنا يكونوا في الموعد ويتأهلوا ب4 بهم للدور الربع، ومن الدور الربع يتحسنوا الأداء ديالهم ويعرفوا الأخطاء منين كاينين يصلحوهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.